Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض بقى الحواوشي. بص بوريك اهو ان شكله. هنعمل مع كل التفاصيل واقول لك على كل التفاصيل بتاعته. نورتوني وشرفتوني في قناتي على اليوتيوب فوق كيتشن. اهلا بيكم وبستمتع بتعليقاتكم واللايك بتاعكم. قناتنا فوق كيتشن دي بتدعم بيكم. يلا بينا نبدأ. معايا كيلو لحمة مفروم. ده معايا كيلو لحمة مفروم اهو. معايا 5 بصلات. ده نص كيلو برغل. على كيلو اللحمة هعمل نص كيلو برغل. البرغل ده طلع يا جماعة تحفة تحفة تحفة. انا عملته كتير في البيت، بس انا قلت بقى ما احب اعمله لكم على القناة. عشان اللي حابة تجربه زي بالبرغل تجربيه. هنجيب البرغل هنحطه في الحنفية اهو. بتغسليه اول غسلة ويتنقع بس ربع ساعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص غسلنا البرغل. هحط عليه حبة ميه واسيبه ربع ساعة كده على بال ما ابشر البصل والحاجات دي. لازم تنقعيه ربع ساعة عشان ينفش. هسيبه بقى يتنقع شوية على ما اجهز البهارات وابشر البصل. معانا البهارات معلقة كبيرة بهارات حواوشي من العطار. معلقة فلفل، نص معلقة ملح ومرقة. ومعانا كمان المكون دون بيكنج باودر عشان ينفش اللحمة المفرومة في قلب رغيف العيش. اعملي بس التفاصيل دي كلها هتلاقي احلى احلى حواوشي. هنا بقى البرغل اهو بدأ يشرب المية. بشرنا البصل. كيلو اللحمة المفروم عليه كيلو البصل. كتري من البصل الابيض ده. البصل اهم حاجة في الحواوشي البصل. بشرنا البصل خلاص. هنحط عليه اللحمة المفرومة. من كيلو لحمة مفرومة بقى بتاع كيلو ونص واكتر. يعني عملت اللهم بارك يعني بتاع 35 رغيف حواوشي. تخيل انت بقى لو جبتهم من المحل هيبقوا بكام. وحاجة نظيفة وعلى ايدك وبتعملها بنظافة. بصي بنيجي نعمل البرغل بتعصريه بايدك كده زي ما انا عصراه. بتنزلي منه المية. كل حاجة اهو بما يرضي الله. بوريك خطوة خطوة عشان تعملي زيي بالظبط. عشان الحاجة غالية عشان الحاجة تنجح معاكي. بصراحة اللهم بارك كان الحواوشي تحفة سبايسي وكان جميل جدا. بص انا عصرته كله اهو. حطيت خلاص كل البرغل. المحلات كلها والمطاعم كلها بتعمل بالبرغل وبتعمل بالفول الصويا. بس هو الفول الصويا مش صحي للصبيان. خلينا في البرغل احسن. كله الفول الصويا بيبقى كله هرمونات، لكن البرغل كله فيتامينات ومفيد. هندمج كله بقى مع بعضه. حطينا معلقه الفلفل الاسود، معلقه بهارات الحواوشي تجيبها من العطار. تجيبي نص كيلو برغل من العطار وتجيبي كمان قولي له ب10 جنيه مثلا بهارات الحواوشي. يعني هتتلاقي الحاجات من بيتك والحاجات مش مكلفه غير ما بتشتري من بره. شوفي الرغيف دلوقتي وصل لكام وما انتش عارفه ايه اللي جواه وايه اللي معمول بيه. لكن كده على ايديك بتوفري في الحاجه وبتعملي كميه اكبر، وفي نفس الوقت عاملاه على ايديك عارفه انت حاطه ايه. تفضلي بقى ايه تدمجي فيه بتاع ربع ساعه كده.
لحد لما اللحمه تبقى لها عرق كده، ما تبانش وما يبانش ولا البرغل ولا يبان اي حاجه. هتشوفوا دلوقتي انا طبعا هقعد بقى ادمجه مع بعضه على بال ما قشرنا التوم وعملنا الفلفل السبايسي. حابه تحطي سبايسي براحتك، حابه تحطي فلفل الوان براحتك. انا هطحن شويه. شوفي انا قعدت بقى ادمج فيه لحد ما بقى يكون عرق كده، تحسي اللي قدامك كده ما شاء الله. اهو بصي في ايديا ويعمل ما شاء الله. وان شاء الله برضك استنوا مني فيديو في هعمل الكفته برضك بالبرغل. بصراحه بتضاعف الكميه يعني اللحمه غلت جدا، فالبرغل بقى بصراحه يعني بيفرق جدا في الطعم، جميل وفي نفس الوقت بيدي كميه كبيره. طحنت الفلفله مع التوم خلاص، حطهم بقى على الخلطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهم حاجه في الخلطه دي، انت لو عندك وقت تسيبها من بالليل قبلها بيوم في التلاجة. تسيب الخلطه دي تلقط يعني تقط مع بعضها كده، البهارات مع اللحمه مع البرغل مع كله، هتحس بفرق وطعم احلى غير ما تجيبوه تعمليه على طول. اي تتبيلات يا جماعه لازم قبلها بيوم، قبلها بساعتين ثلاثه، قبل ما تطبخ اي حاجه بساعتين ثلاثه بتفرق جدا في الطعم، تحس الحاجه شربت من التتبيله كده وبقت حلوه. بصي انا شوفي قاعده اجيب من تحت لفوق كده، لازم تدمجي كل المكونات مع بعضها. اللهم بارك، الكميات ضعفت، بدل من كيلو لحمه مفرومه بقى بتاع كيلو ونص او 2 كيلو الا يعني تكفي بتاع 6 7 افراد. خلاص انا دمجت كله مع بعضه. هبدأ بقى احطه في التلاجة وارجع بقى تاني يوم ان شاء الله اعمل معاكم بقى الحشو بقى، العيش والحاجات دي احطه بقى في التلاجة. بدأت بقى اللي انا جبت عندي كده اللي هي المقادير بتاعت في مقاسات كده، مقادير كده بتبقى كأن كوبايات كده صغيرة، مقادير مش عارفة تعرفوها ولا لا. المهم انا عندي المقادير دي، قمت جايبة مقدار كده وقمت عاملة الكور كلها قد بعضها، عشان يا دوبك الكورة تحطها في قلب الرغيف، ما تقعديش تجيبي من الطبق كده عشوائي، لا اللي اعملي الكور كلها مقاسات واحدة. ما عندكيش المعايير دي ان ممكن انت بقى عندك مطبقيه صغننه عندك المهم تعملي الكره دي عشان تعرفي ان انت هيطلع لك كام كره على قد كام رغيف، كام قطعه لحمه مفرومه على قد الرغيف. هتشوفي معايا احط الرغيف ازاي مع قطعه اللحمه. انا ظبطتهم دلوقتي طلعوا بتاع 35 قطعه لحمه مفرومه. اللهم بارك، عامل معايا كميه كبيره. هجيب العيش بقى خلاص اهو، وهتحط بقى في العيش اهو. بصي بت بت بيتملى الرغيف ما شاء الله. لو انت عايزه تقللي اللحمه ممكن يعمل معاك 40 رغيف، كل اللحمه المفرومه نص البرغل ممكن يعمل معاك 40 رغيف. لو انت هتكتري اللحمه زي كده، احنا بحب الحشو يكون يعني مظبوط، يعني مليان حلو، رغيف مش فاضي. ف انا بقى قعدت احشي كله مع بعض اهو عشان اولع على البوتاجاز مره واحده، احط على البوتاجاز مره واحده. بعمل معاك اهون. الرغيف ما شاء الله اخد القطعة يعني مليان حلو، رغيف محترم. تيجي تجيبي الرغيف من المحل تتلاقي ما فيش لحمة جواه، فاضي الرغيف فاضي. لان بوريك اهو اللي هو مليان، بعمله من جميع الاطراف اهو، مليان ما شاء الله. اللهم بارك. انا ماشيه معاك بكل التفاصيل، يعني بمرد الله، عشان لو اللي حابب تعمله زيي تعمله بالظبط كده، بوريكوا كل التفاصيل. شايفه اللحمه اللهم بارك مليانه ازاي في الرغيف.
ورغيف سبايسي بقى، كان مشطشط على الاخر يعني بصراحه. لو انت حابه تشطشطه شطشطيه، مش حابه سبايسي خالص ما تحطيش. والفلفل الالوان اهو بوريكي. بتجيبي بقى مقلايه تفال، صينيه تفال، المهم صينيه ما تلزقش. تحط حبه زيت، وتحط بقى الرغيف. عايزه تحطيه في الفرن ما عنديش اي مشكله، ورق زبده واحطيه في الفرن. بس انا بصراحه حابه اللي هو اللي على البوتاجاز على طول، سريع وبيطلع مقرمش جدا، بيبقى تحفه. تقلبيه شمال ويمين، يعني تستنى 5 دقايق كده وتقوم قلبها على الجنب التاني. هيتحمر معاكي وهيقرمش معاكي، هتشوفي كل حاجه دلوقتي. بوريك اللي لسه برضك بحط الكور دي فاضت على فكره، انا حطيتها في الفريزر ما بيجرالاش اي حاجه. عايزه تحشي الرغيف وتحطيه في الفريزر، اي وقت جاي من الشغل مش قادره تعملي حاجه وبتاع، تطلعي الرغيف في ثواني تحطيه في المقلايه. لو انت عايزه تحشي بالرغيف كده وتحطيه في الفريزر هيطلع زي ما هو. عايزه تعملي بولاك كده وتحطها في الفريزر هتطلع زي ما هي. وتجيبي العيش طازه وتحشي على طول. لازم تحط حبه زيت بحبه زيت في المقلايه عشان يديك القرمشه ويديك الطعم الحلو. فعلوا القناه يا جماعه وحطوا لايك كتير عشان يوصلك كل جديد. عندك كلمه الاشتراك دوسي عليها واشتركي في القناه. قناتنا فوق كيتشن دي بتدعم بيكم والله، يعني انتوا في ظهرنا. ربنا يجازي كل واحدة على التعليق اللي بتعلقهولي والكلام الحلو اللي بتقوله لنا. هبدأ بقى اطلع اهو. شايفة مقرمش ازاي؟ تحفة. بصراحة ما كنتش متخيلة الكمية الكتيرة اللي طلعت منه. بكيلو لحمة مفرومة على نص كيلو البرغل وكيلو بصل. يعني كيلو لحمة مفرومة مع كيلو بصل مع نص برغل، هيعمل لك كمية جميلة. اللهم بارك. شايفة مقرمش ازاي؟ هو لو تسمع صوت الشكشكة بتاعته هتلاقي مقرمش. انا بحب اصلا الحاجات المقرمشة، اللي بيحبوا مقرمش ازاي. شايفة انا مستوي من جوه كمان ازاي، ولا باين برغل ولا باين اي حاجة. بكيلو اللحمة المفرومة عملنا بتاع كيلو ونص واكتر. اللهم بارك. شايفة بوريك القرمشة، بوريك ازاي المقرمش ازاي، مش طري ولا كده. حتى بعمل بالمعلقة وبخرفش على الاخر. معاه بقى قرن فلفل حراق، وبألف انا وشفا. اللهم بارك. عمل كمية كبيرة معانا، بس اهم حاجة تحط الخلطة قبلها بيوم يقط مع بعضه. وعلى البوتاجاز سريع سريع سريع. ممكن تعملي الكمية اللي انت عايزاها تتغدي بيها او تفطري بيها ايا كان. وعايزة تعين الباقي يعني في الفريزر ما بيجروش اي حاجة، وتطلعيه وتحمريه على طول. السلام عليكم.